ازيكم عاملين ايه طلاب الصف الرابع الابتدائي؟ معكم مستر محمود. فيديو جديد. النهارده هنحل صفحة 184 و 185 في كتاب المعاصر الترم التاني 2026. أول حاجة عندنا اللي هو تقييمات شهر فبراير. أول حاجة عندنا موديل ايه اللي هو النموذج الأول. أول حاجة بيقول choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. بيقول the note is everything around us، كل شيء حوالينا like air زي الهواء، water المية، land الأرض and animals والحيوانات. هنا بيعرف عندنا حاجة اسمها البيئة، والبيئة يعني environment. يبقى أنا بقول لك كل حاجة حوالينا زي الأرض وطبعا المية والحيوانات دي اسمها البيئة. البيئة يعني environment. tall نقط can have many floors where people live or work. بقول لك هو مكان مليان أدوار، في ناس بتشتغل أو ناس بتعيش. طبعا بيقول لك إيه a tall building اللي هو مبنى طويل أو مبنى كبير. رقم 3 a نقط is a small place، مكان صغير. where people live together، بيقول لك مكان صغير. طالما مكان صغير عندنا هنا يقصد بيه اللي هو القرية اللي هي كلمة village اللي هي القرية. طيب I made toast with a note of bread and some cheese. بيقول لك أنا عملت طبعا لو العيش التوست طبعا a slice of bread بشريحة من الخبز and some cheese اللي هي إيه وبعض الإيه الجبنة. رقم 5 she was happy، هو سعيد. she won the race عشان كسب السباق. بسبب إنه كسب السباق يبقى عندنا كلمة because، هو سعيد بسبب إنه كسب السباق. طيب نكمل. عندنا موديل بي عندنا اللي هو النموذج ايه رقم ب. choose the correct answer. the chef cut the bread into small. طبعا الشيف قطع العيش إلى أجزاء صغيرة أو شرائح صغيرة اللي هي كلمة slice اللي هي شرائح صغيرة. reuse means using things again، بقول لك reuse إعادة الاستخدام معناها إن أنت تستخدم الأشياء مرة أخرى بدلا من. كلمة instead of معناها بدلا من. نقط زين أو إيه بدل إنك ترميهم يبقى throwing، إحنا نستخدم الأشياء بدل من إن إحنا نرميها بعيد. The Nile not flows through Egypt، بقول لك نهر إيه بيتدفق عبر مصر اللي هو نهر النيل يا the Nile River. The room is dark، الأوضة بتكون طبعا ضلمة. I turned on the light، لذلك قدت الأضواء. يبقى كلمة لذلك اللي هي كلمة so. الأوضة ضلمة لذلك قدت الإيه طبعا اللي هو إيه النور. We shared a note of chocolate after finishing our sandwiches. طبعا أنا شاركت طبعا بار أوف شوكليت يعني قالب من الشوكولاتة بعد ما خلصت السندوتشات. طبعا عندنا في صفحة 185 تقييمات شهر إيه مارس. موديل إيه النموذج الأول، اختار الإجابة الصحيحة. ذا باند، كلمة باند دي معناها الفرقة الموسيقية. الفرقة الموسيقية والنوت at the party tomorrow هتكون إيه بكرة في الحفلة. طبعا الفرقة الموسيقية يبقى هتعزف موسيقى. يعزف الموسيقى يعني perform music اللي هي يعزف الموسيقى. زين raped not to give to his friends. زين بيغلف ايه عشان يديه لأصدقائه. طبعا عندنا بيغلف الهدية اسمها raped the present يعني يغلف الهدايا. Summer felt not when she lost her pencil case. سمر شعرت بإيه لما ضيعت الإيه الحقيبة بتاعتها أو قصدي المقلمة. طبعا شعرت بالحزن اللي هي كلمة sad. You not play football near the windows. إنك تلعب كورة بجوار طبعا الشباك طبعا ده غلط ممكن يكسر الشباك، فهنا هنقول you shouldn't لا يجب عليك. رقم 5 بيقول is a sport where people swim underwater using air tanks. بيقول لك الرياضة اللي تلعب رياضة ممكن تلعبها تحت المية تستخدم أنبوب هواء. طبعا طالما قال لك أنبوب هواء يبقى اسمها سكوبا دايفنج اللي هو الغطس. واحد هيقول لي طب ممكن سنوركلينج هي برضك في المية. أقول لك لأ، سنوركلينج هي تبقى زي إنك بتعوم على الشط أو ما بتنزلش الأعماق كبيرة أوي أو مش بتحتاج لأنبوب التنفس كمان. يبقى عندك سكوبا دايفنج عشان هو قال لك بتكون إيه تحت المية وبنستخدم أنبوب من الهواء. طيب عندنا موديل بي النموذج الإيه التاني بتاعنا. at the party في الحفلة we not with our friends and talk about school. قعدنا إيه في الحفلة وطبعا قعدنا نتكلم مع أصدقائنا. عندنا في تعبير مهم اسمه socialize with our friends يعني يتحدث مع الإيه الأصدقاء socialize with. طيب رقم 2 the sky is not today. السما هتكون إيه blue ولا sad ولا happy ولا delicious. طبعا السماء هتكون زرقاء اللي هي كلمة blue. طيب رقم 3 بيقول you not touch the colors while swimming. بيقول لك تلمس الشعاب المرجانية وانت بتعوم.
طبعًا ده غلط لإن ممكن تعوّرك، يبقى نقول shouldn't. يبقى you shouldn't touch the coils while swimming. رقم 4 the note from the sea made the day cool and pleasant. بيقول لك إيه في البحر بيخلّي اليوم طبعًا منعش، يبقى طبعًا اسمها نسيم البحر اللي هي كلمة breeze. نسيم البحر أو هواء البحر خلّى اليوم منعش ورائع. My father brought a pig. والدي جاب إيه كبير for the party الحفلة عندنا. طبعًا هو جاب a big cake يعني كيكة كبيرة. كده وصلنا لحد آخر الفيديو، لو عجبك اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.